احنا اتكلنا علقه قدام العالم كله تقريبا كده. مفيش منتخب في اولمبياد باريس كلها خسر 6-0 ولعب ماتش اوحش من اللي احنا لعبناه. بجد هو الماتش خلص واحنا خسرنا 6-0. دي المفروض الماتش اللي احنا هنلعب فيها على ميداليه برونزيه، عن ميداليه برونزيه المركز الثالث. يعني المنتخب بتاعنا ده نازل عشان ياخد برونزيه. ده المغرب عملت مننا ايه؟ هي اصلا احنا ما جيناش، احنا ما لعبناش. ده ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين معلش الزلزولي من اول البطوله، عبد الصمد الزلزولي من اول البطوله جاب جول واسيست من اول البطوله. النهارده معلش بقى افتكر الكوره، انا هجيب بقى. هو جاب النهارده بس قدامنا جول واسيست لوحده. وسفيان رحيمي بقى معلش، اي حد عايز يعمل رقم قياسي بقى هيجي يعمله قدامنا. ما هو احنا هفق البطوله. تعالى يا باشا، عايز يا سفيان؟ عايز تبقى اكتر واحد تجيب اجوال في تاريخ البطوله في نسخه واحده معدي مصطفى رياض اللي هو بتاعنا سنه 64؟ يا باشا خد، جيب جولين وتبقى 8 اهداف وانت تنفرد بالصداره. عاوز تكون انت اول عربي تبقى هداف البطوله؟ ماشي يا زميلي، خد. عاوز ايه؟ عاوز المنتخب المغرب يبقى اول منتخب عربي وافريقي ياخد برونزيه؟ ماشي يا زميلي. شوف مين عاوز ايه؟ يعني شوفوا انت عاوز ايه. اخو ماشي عاوز يجيب جول يا باشا يجيب. مين اللي خنوس عاوز يجيب جول يا باشا يجيب. اي المحمدي الجول بتاعهم عايز يجيب جول يا باشا يجيب. مين نفسه يعمل ايه؟ يعني بجد انتوا عايزين تعملوا ايه فينا؟ احنا اهو احنا مستسلمين يا باشا. يلا، هو احنا مش خسرنا ماتش فرنسا خلاص بقى احنا نازلين الماتش بقى ده ايه؟ نتهزق نتمرمط؟ ايه ده يا جدعان؟ ده لو مش 11 لعيب كوره، ده لو 11 راجل مصري عادي بيلعبوا مش هيخسروا 6-0 كده. 6-0 ولا مطرود مننا حد، ولا احنا ما عندناش غيابات. زيزو طلع يعني عادي. زيزو مش مدافع عادي، زيزو طلع. ما يكونش كل ده بسبب عمر فايد. هو عمر فايد هو اللي فاشخ الدنيا عندنا في الدفاع كده. ما هو مش طبيعي يعني بجد. ما عندناش اللي هو الغيابات، مش مطرود، مش بنلعب 7 لعيبه، ما 11 لعيبه عادي. 11 راجل في الملعب بيخسروا 6-0 ومع الرأفه. والله العظيم مع الرأفه. اقنعني ازاي ده ممكن يحصل في ماتش انت المفروض بتنافس عليه عشان تجيب ميداليه لبلدك، برونزيه لبلدك، تنزل تاكل على قفاك 6-0 كده واللعيبه بتاعتك مستسلمه، مفيش هجمه، مفيش جمله، مفيش اي حاجه. وميكالي باشا في الدقيقه 88 قال لك اما نزل الاثنين بقى نعمل رومونتادا واحنا ايه ده؟ ايه التعريج ده؟ ايه الضحك اللي بيحصل ده؟ ده ايه الضحك ده؟ انا قلت ان احنا هنخسر. يعني هي المغرب تقيله حلو، بس مش كده. احنا مش خسرنا، احنا اتهدك عرضنا بجد والله. يعني الماتش ده هيفضل مذله لينا في اي حاجه بقى. منتخب كبير، اي حاجه هنلعب فيها مع بعض. فاكر ياد ولا نسيت؟ 6-0 في الاولمبياد على المركز الثالث. اي حاجه. طب هم كسبونا، ما احنا كنا بنلعب برضه المغرب، احنا كنا بنلعبها في نهائي افريقيا افريقيا المنتخبات الاولمبيه كنا بنلعبهم. خسرنا 2-1، جبنا الجون الاول وهم جابوا جولين وقت الشوط الثالث ورابع وجابوا جول في الدقيقه 105. كان ادائنا مشرف اللي هو العادي بتاعنا، اداء رجولي ومشرف وبنخسر. النهارده المفروض بقى ناخد حقنا. كسبونا في النهائي واستعدينا بقى ومنتخب ومش عارف ايه والدنيا. خدنا حته قفا، خدنا حته قلم وبواني وشلاليت ومش عارف ايه ونزلوا عملوا فينا فينيش. يا نهار ازرق، ايه ده؟ مفيش. خدوا تاني. يعني هم كسبانيننا في النهائي ويكسبونا في المركز الثالث عادي. اصل احنا منتخب عادي، احنا بنخسر من اي حاجه. المفروض يعني ان احنا لما نيجي بعد كده نلاعب المغرب تاني بقى في افريقيا بقى في اي حاجه تاني، منتخب شباب، ناشئين، اولمبي، كبار، صغيرين، طايره، سله، هوكي، اي بلاي ستيشن، محدش يقدر يرفع عينه في عينيهم. 6-0. انت متخيل النتيجه؟ 6-0. يعني مش عايز اقول لك فضيحه، مش عايز اقول لك كارثه، هي كلمه اكبر من كده، الكلمه اكبر من كده. بس انا بحاول ابقى كويس. يعني انت متخيل الفكره؟ متخيل احنا وصلنا لايه؟ انت متخيل الرقم اللي حصل فينا؟ لو اشرف حكيمي في اخر الماتش قرر ان هو يشوط فاول بقى هيجيبوا جول يا باشا. اصل احنا نازلين من غير جون النهارده. احنا عندناش جون. احنا بنلعب 10 لعيبه وحمزه علاء مش موجود. حمزه علاء واقف كده بس، هو يعني واقف بس. يعني اي حد عايز يشوط يلا اتفضل يا باشا. هريدي في فيلم مرجانة يا باشا شوط هات جول عادي. انا اكني مش يا باشا، خد راحتك عادي. ده علاء بصراحه بجد من كتر حاله الدم الواحد مش عارف يقول ايه، وبيحاول ينقي الفاظه وكلامه علشان ما ينفعش يتقال اكتر من كده. بس انتوا عارفين اللي يعني جوايا وجواك وجوا اي حد كلام كبير قوي، بس يعني ما ينفعش يتقال. انا كنت عامل حسابي نخسر ويجي الاهلي بالليل يفرحنا بالدوري، بس مفيش يا باشا. خلاص يعني ايا كان اللي يحصل هو خلاص ده احنا اتمسح بينا بلاط فرنسا كلها. برج ايفل كان قرب يضحك علينا، برج نفسه قرب يضحك علينا. شارع الشانزليزيه كله، الشارع كله دلوقتي كله
خلاص ماشي، يعني خسرنا واتهزقنا وخدنا على عينينا، كل مجهود اللي احنا عملناه بقى وكسبنا مش عارف اسمه خلاص راح في الارض يا باشا. احنا ماشيين دلوقتي مهزأ البطوله، احنا واخدين لقب مهزأ البطوله الحمد لله. تمام. ما يعني مبروك المغرب، مبروك ايه؟ انتوا مش مستنيين مبروك ده انتوا هارد لك مصر. يعني ما ينفع اقول هارد لك مصر، هينفع اقول هارد لك منتخب مصر. يعني بجد اتمنى يحصل حاجه بقى في اتحاد الكوره، في منتخب مصر الكبير والصغير بقى، شبابنا شقينا من الاولمبياد، اي حاجه بقى، علشان بجد مش كل بطوله نخرج بطريقه مذله اكتر من اللي قبلها ونقول ما نتعلمش بجد. كفايه خرا بقى. فضيحه وعار وفعل فاضح في فرنسا من منتخب المغرب مع المنتخب المصري. 6-0 اخسر 6، طبيعي اخسر 6 لان ادائي زي الزفت من اول البطوله، بس احنا بنطبل لان اداء منتخبي معتمد على الروح، وان عندي لاعب اسمه ابراهيم عادل بس الرئه الوحيده للمنتخب بتاعي. مسكوا النهارده اشرف حكيمي وداس عليه لعيب من نص الملعب، اختفى ابراهيم عادل فاختفى المنتخب المصري. لما تكون اللعيبه الكبيره بتاعتي زيزو لعيب ملوش لازمه، لعيب محلي بطوله كامله 0 جول، محمد النني بطوله كامله 0 جول، لعيب بيستخبى في نص الملعب ولعيب بيهرب من الماتشات الكبيره، ما شفتلوش ماتش كبير ما هربش منه. ماتش مع منتخب المغرب ماتش صعب، يتصاب وامسك رجلك واهرب، ما تنزلش يا عم من بدري، ما تنزلش من قبل الماتش ما يبدا. هو انت ليه تنزل وتطلع لي من نص الملعب؟ قدام الاهلي مع الزمالك قبل كده مرتين يخرج من الملعب ويدعي الاصابه لما الماتش يبقى تقيل عليه. ما تلعبش يا عم، العب ماتشات صغيره بس، العب مع انبي والاسماعيلي والفرق اللي في الدوري بس، ما تلعبش ماتشات كبيره. لما تكون اللعيبه الكبيره بتاعتك زيزو الزملكاوي، عشان الناس هتقول لي انت بتتكلم عليه عشان زملكاوي، والنني الاهلاوي الاتنين اصفار واحنا بنطبل لهم، طول ما انت بتطبل هو ده حالك، هو ده حالك، هتتفضح وتخسر بالستة عادي، لان انت اللعيبه بتاعتك تعبانه. اذا كان زيزو ولا اذا كان النني صفرين، الاتنين مع بعض اضربهم في خلاط، شوفهم لعبوا كام ماتش، لعبنا كام ماتش في البطوله 0 جول. ما سفيان رحيمي ده ايه؟ جايب 8 تجوال مع المنتخب بتاعه، هو ده اللعيب الكبير، هو ده اللعيب الكبير اللي يجي يشيل المنتخب الاولمبي. اشرف حكيمي الباك يمين جايب جولين في البطوله وماسك اقوى لاعب في منتخب مصر معاه النهارده ابراهيم عادل. هي دي اللعيبه الكبيره يا ابني، هي دي اللعيبه الكبيره اللي بتشيل المنتخب الاولمبي اللي يتقال عليها انها عملت بطوله. مش ماسك لي زيزو عمال تمصمص له وعمال تطبل له، لعيب ملوش لازمه في ارض الملعب، ما عملكش حاجه عشان عمل لي اسيست رافعه، يخرب بيت كده. انت لعيب كبير جاي تشيل المنتخب الاولمبي. محمد النني في نص الملعب يقول لك عامل بطوله عظيمه، فين البطوله العظيمه يا حبيبي؟ فين اما لو جاب 4-5 تجوال كنت قلت عليه ايه؟ كنت عملت له تمثال. ما كفايه تطبيل للعيبه يا جدعان، وننزل على ارض الواقع ونشوف مستوانا ايه، ونشوف احنا ايه وسط المنتخبات. منتخب المغرب داس عليك، مسحك النهارده في ارض الملعب 6-0 6-0. هو في كده؟ هو في كده؟ خلينا نطبل وخلينا نقعد نقول اصل زيزو احسن لعيب في مصر وعمل بطوله جامده قوي عمل فيها اسيستين، والنني عامل احلى بطوله ليه في حياته، وفي الاخر نتفشخ بالستة وناخد على قفانا ونروح نعيط. ايه مستنيني اتكلم بجد؟ ما هو انا لو اتكلمت انت لازم تلبس سماعه. انا قسما بالله ماسك مناخيري بالعافيه. ايه 6-0 يا راجل، احنا بنلعب كره يد ولا كره طايره ولا دي سله ولا ايه؟ انا مش فاهم احنا ايه يعني، دول اللي كانوا لعيبه 6-0. انا وقسما بالله لو لعبت صاحب البلاي ستيشن وخسرني 6-0 ما العبها تاني، ما اجيش عليها تاني. ليه؟ يا ريتها فرنسا يعني. انا عايز اعرف احنا ما عندناش لعيبه كوره يعني؟ ما فيش لعيبه كوره 110 مليون شخص في هذا الدوله وهذه ما فيش لعيبه كوره. نخسر 6-0. طب يا اخي، طب خلاص لقيت التالت بيدخل ارجع دافع، حط ال11 كلهم ورا، لكن 6 يا راجل ايه القرف ده؟ انا عايز اعرف مين ده. انا بقى عاوز اعرف النهارده ده مين اقنعه ان هو لاعب اصلا هو في رياضه بيلعبها. انا عايز اعرف مين ده، مين الاخ ده اللي واقف في الدفاع يا جدعان؟ ازاي بنجيب الناس دي؟ والله العظيم يا جدعان انا بص مبسوط يا عمر، يا رب تكون مبسوط. الكارت الاحمر بعديها خسرنا من فرنسا ولبسنا 6-0 من المغرب. يا رب تكون مبسوط يا عمر، انا يا رب بس تكون انت مبسوط. لو انت مبسوط انا ما عنديش اي مشكله. شكرا رجاله، شكرا على راسنا كلكم.